في وسط بحر كبير جدا في الحلل، والسوق اللي بقى مليان انواع حلل وتركي وفرنساوي وكوري والناس تايهه. تعالوا بقى في الفيديو ده انا هعرفكم ازاي تجيبوا الحلل الاصلي من التقليد، وهعرفكم ايه هي انواع الحلل وايه هي افضلهم. طبعا احنا عندنا في السوق هما 3 شرايح من انواع الحلل او 3 صناعات مختلفه في انواع الحلل. عندنا الفرنساوي وعندنا التركي بكل موديلاته وعندنا الكوري. ايه الفرق بقى ما بينهم؟ انا هقول لكم ايه الفرق ما بينهم. اول حاجه عندنا الفرنساوي ده هو من اشهر الماركات بتاعته هي تيفال. تيفال هي اشهر الماركات في الفرنساوي. الفرنساوي طبعا حلو جدا ومميز، وتيفال وخصوصا تيفال زهران او تيفال بس هي ماركه ممتازه والناس كلها عارفاها وحباها ومجرباها من زمان. بس للاسف فيها يمكن عيب ما بتطورش من نفسها فيه، ان الاستنباط الفرنساوي بتبقى اقل سمك، يعني دايما سمكه بيبقى اقل من 2.5 مللي. فدي طبعا بتبقى حاجه المفروض انها تتغير، بس هي استنباط ما بتتغيرش. هم بيغيروا وبيطوروا في ماده التيفال بتاعتهم او ماده الجرانيت بتاعتهم، لكن للاسف هم مش بيطوروا في سمك الحله بتاعهم. ودي حاجه يعني انا مستغرب لها جدا، رغم ان هي انواع كويسه لكن مش محبوبه بسبب ان تخانتها يعني بتكون قليله جدا. ودي حاجه انا يا ريت اتمنى ان الشركات ديت ان هي تطور فيما بعد وتعمل، بيساعد على عمر الحله يبقى اطول ويبقى افضل. اما بقى بالنسبه للصناعه الثانيه، الصناعه التركي، طبعا الصناعه التركي اكتر صناعه فيها حوارات واكتر صناعه فيها انواع وموديلات، ويمكن هي الصناعه اللي ماليه السوق بنسبه 70%. طب تعالوا بقى نعرف ايه اللغز بتاع الصناعه دي وايه افضلها وازاي احنا نشتريهم. طبعا التركي فيه موديلين وفيه نوعين من الصناعه. اول موديل اللي هو يد بكاليت اللي انتم شايفينها بالشكل اللي انتم ده، اللي هو بكاليت او ما يسمى بلاستيك، بس هي بتبقى بكاليت يعني. الفرق بقى ان الصناعه ما بين التركي في حاجه اسمها في الصناعه رش وفي حاجه اسمها فرن. ايه الفرق ونعرفه ازاي؟ اول حاجه يا جماعه في صناعه الرش في التصنيع، ان الحله بتتعمل اسطمبه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، بتبقى كلها الومنيوم. طب بتتجاب الجرانيت او ماده التيفال او السيراميك بتترش والحله بارده، بترش والحله بارده، وبعد كده بتخش الفرن تحت درجه حراره معينه لحد ما تسخن وتطبع على الالومنيا ديت وتستخدم. طبعا ده من اسوأ الصناعات وبتبقى رخيصه جدا في الثمن. يعني ممكن تلاقي اطقم حلل توصل معانا من 400 جنيه 500 جنيه 600 جنيه 700 جنيه في الارقام دي. عشان كده وكمان انا بالنسبه لي ان دي منظر يعني ما بتتجابش. طب بنعرفها ازاي؟ بنلاقي الشريحه بتاعتها دي تحسه عامله زي طبقه الدهان كده، او بتبقى مموجه من جوه. يعني بصوا الصوت بتاعها باين يعني اهو. دي كده في الصناعه الرش. طب تاني بقى صناعه في الصناعه التركي هي صناعه الرش الفرن. ايه بقى الرش الفرن ده؟ ان هم بيجيبوا الحله الالومنيا دي، طبعا بيدوها مواد عازله جدا وحلوه جدا قبل الرش، وبعد كده بيدخلوا الحله الفرن لحد ما تاخد درجه حراره عاليه جدا، وبعد كده بتخرج بتترش على درجه الحراره العاليه دي، وبعد كده بتتساب تبرد. ده حاجه حلوه جدا في الصناعه التركي وافضل يعني من الثانيه الرش اللي هي الرش على البارد بس. طب ودي برضو نعرفها ازاي؟ ان اهم حاجه في الموضوع ده انه بيتعمل على حله سمكها عالي، يعني ما يقلش عن 4 مللي. يعني احنا عشان خاطر نبقى في الامان في التركي نجيب حله ما تقلش عن 4 مللي، يعني بالتخانه زي اللي انتم شايفينها دي. ويفضل برضو يفضل ان انتم لو هتجيبوا هاتوا حله يد منها فيها بالشكل ده. طب ليه بقى يد منها فيها؟ لان انا ممكن ادخل الحله الفرن كلها فانا ابقى استفدت بيها، لكن انا لو دخلت يد بكاليت دي اليد دي ممكن تتحرق. فهي بتبقى على النار بس، لكن دي بتبقى على النار وبتخش الفرن. وبرده يد بكاليت دي بيبقى فيه منها برده صناعه فرن، رش فرن، وكمان تخانتها عاليه. بس الفرق اليد بس. التخانه ال 4 مللي دي افضل تخانه للتركي، يعني ما تجيبوش حاجه تركي تخانتها قليله، طبعا بيبقى باين من وزن الحله وبيبقى باين من شكلها. طبعا التركي موصل التخانه معانا لحد 8 مللي، ودي تخانه ما حصلتش. يعني الراجل ده محافظ على نفسه جدا لدرجه ان هو عامل اعلى فئه. يعني شايفين انتوا تخانه الحله قد ايه؟ 8 مللي. طبعا 8 مللي في التركي دي حاجه ممتازه جدا وبيعيش عمر اطول فوق ما انتوا تتخيلوا. يعني مثلا ممكن العمر الافتراضي بتاع الحله يوصل معانا من 7 سنين ل 10 سنين، ده لو حاجه كويسه ونوعها كويس. يعني انتوا شايفين تخانه الغطا حتى، فدي حاجه ممتازه جدا ويد منها فيها. دي كده في الصناعه الثانيه. اما بقى الصناعه الثالثه هي الصناعه الكوري. الصناعه الكوري مميزه جدا وجميله جدا، ومن اهم مواصفاتها ومن اهم مميزاتها ان الصناعه الكوري اللي انتوا شايفينها دي تخانتها كلها بتبقى واحده، ما بتقلش عن 6 مللي. يعني من 6 مللي ل 7 مللي. الملي ده ما بيفرقش في المنظر لكن بيفرق في حجم الحله. يعني ممكن تلاقوا طقم واحد بس كوري الحله الصغيره سمكها اقل ملي، يعني حاجه بسيطه جدا من الكبير. وطبعا دي حاجه كويسه جدا ان التخانه بتاعته كلها موحده. الاسطمبه بتاعت الكوري كلها شكل واحد وهو الشكل ده، يعني ما نزلش يد مثلا زي كده وما نزلش يد زي كده. الراجل ده محتفظ بنفسه ومحتفظ بشكله ومحتفظ بتخانته العاليه، عشان كده هي انجح الحلل في السوق. طب الكوري بقى ده بيعتمد على ايه؟ الكوري ده بقى قال لك انا هرش ولا ادخل فرن، انا هعمل الحاجتين. ازاي يا عم؟ قال لك انا هجيب الحله دي المونيا
واديها العوازل بتاعتي صح تمام ال 100 100، وهدخلها الفرن تاخد درجه حراره عاليه جدا، وبعد كده بتخرج الحله تترش ماده الجرانيت او التيفال او السيراميك ايا كان نوعها. بعد كده بتقوم داخله الفرن تاني ولحد ما الطبقه دي تطبع كويس جدا على الالومنيوم. علشان كده الكوري دايما نقارنه باي حلل تانية هنلاقيه النعومه بتاعته ناعمه جدا زي الحرير، عكس التركي ممكن نلاقيه اخشن سن. بس التركي بنعتمد فيه على التخانه، هنا الكوري بقى كل تخانته واحده. طبعا ده من انجع الحلل، بس المشكله ان موضوع الرش والفرن دي بتبقى مكلفه جدا، وكمان موضوع العزل. عشان كده الكوري دايما ليه بضمان نلاقيه منتشر سعره عالي جدا. النهارده الحلل الكوري سعرها ممكن يتراوح معانا، يبدا معانا من 5000 ممكن يعدي لحد 15000. دي بالنسبه للحلل الكوري، عشان كده ناجحه جدا. الحلل الكوري كمان اليد بتاعتها دايما بتبقى منها فيها بالشكل اللي انتم شايفينه ده، حلل كويسه جدا وناجحه جدا. طبعا كان في السوق الاول حلل الماني، بس دلوقتي السوق ما فيهوش الماني. حتى الصناعات اللي مكتوب عليها الماني هي مش الماني، لان احنا تقريبا ما عندناش استيراد حاليا من المانيا، وشويه كمان مش هيبقى في استيراد خالص. بس احنا حبينا نوضح اشكال الحلل وموديلاتها وانواعها. فانتوا لو استفدتوا من الفيديو ده باي معلومه ممكن تعملوا لايك او تعملوا مشاركه او تعملوا تعليق، ده بيساعد غيركم يشوفوا. ممكن تكون انتوا مش محتاجين المعلومه اللي في الفيديو بس غيركم محتاجها، لان في ناس بتعرف الحاجات ديت بس في حياتها في الفتره اللي هي بتشتري فيها. يعني ممكن اب وهو رايح يجهز بنته او ام وهي بتجهز بنتها، لكن طول حياتهم هم ما بيهتموش بالكلام ده. علشان كده احنا في سوق مصيده للي ما يعرفش. اي حد ما يعرفش ايه السوق بالنسبه له هو مصيده، بيقوم واخده وبيديله انواع رديئه وانواع وحشه، وبيضحك عليه في السعر ويبيع له الرخيص على اساس ان هو غالي. فانتم يعني ممكن تساعدوا في ده ان انتم تعملوا لايك او شير عشان الفيديو يوصل لغيركم. شكرا.